بعد انهيار عقار منطقة الأزاريط التابع لحي وسط الإسكندرية، امتدت الأنظار إلى العديد من العقارات المخالفة لتراخيص المباني داخل الإسكندرية. العقار ده اتخذت كافة الإجراءات بشأنه، في قرارات إزالة اتنفذتش. ليه قرارات الإزالة؟ عملنا إدراج للاسم، عملنا إدراج الإزالة للاسم. ما فيش اسم الشرطة ما ردش عليكم حتى الآن. اسم الشرطه المفروض ان هو بيحدد وبينزل بيدينا ميعاد التنفيذ، واحنا عندنا المقاول موجود والمعدات بكل حاجه بحيث ان يختار حتى اخر دور، حتى اخر دور في العقار، حتى دور في سكان ثبت خلال المعاينه وخلال اتخاذ الاجراءات ان في سكان في العقار. انا بعمل الاجراء وهو بيتبنى العقار بيبقى فاضي. كان لسه بيتبنى. العقار كام دور يا باشمهندسه؟ 21. العقار 21 دور، في مرتد فوق. 21 ده مرتد، يعني 20 وال21 مرتد ودور ومرتد 21. يعني الرخصه يا فندم 4 ادوار، 4 ادوار فقط، ارضي و4 ادوار، وهو مخالف في تقريبا في حوالي 17 او 16 دور. لينا يجي سنه احنا ومسكون هو فيها اكتر من 7 وحده فيها سكان، مقطوع اكتر من 7 8 سكان فيها حاليا. عند في التاسع وفي ال14 وفي ال16 وال18 وفي اللي هو الريسبشن الروف فوق. المصاعد شغاله؟ المصاعد شغاله كل حاجه والله. طب هندخل نشوف دلوقتي المصاعد شغاله. يعني هم يا فندم مسكنين الادوار المخالفه. عشان نشوف المصاعد شغاله ولا لا. حضرتك ساكن في الدور الكام؟ 18. مش عارف انه طالع قرار ازاله؟ لا ما فيش هنا، ما فيش قرار ازاله حضرتك. في قرار بس احنا سكننا وقعدنا واشترينا هنا حضرتك. انت شايف المخالف؟ ما شايف المخالف، يعني مثلا في 20 30 عماره هنا كلهم ساكنين في المخالف، احنا مش زي الناس كلنا ساكنين. العقار ارسل للنيابه لمعرفه الاجراءات التي اتخذت من عدمه، وواضح طبعا ان في كسور هنا، ان لم يتم تنفيذ الازاله، قرارات الازاله انها بتذهب ادراج الرياح ولا تنفذ. بيتستف زي ما بنقول كده، بنستف على الورق في المكتب، في درج المكتب، تاخذ الاجراءات ولا تخرج الى حيز التنفيذ. هنا العقار حاصل على ترخيص 5 ادوار وجزء خدمات بالسطح، بالاضافه الى بدروم وارضي ودور ميزان. اللي حصل ان العقار تجاوز المخالف بالبناء حتى 21 دور وجزء بالسطح. هنا كان يتعين على الحي اتخاذ اجراءات سريعه وفوريه في حينه، الا ان الحي تقاعس في تنفيذ قرارات الازاله، وما ترتب على ذلك من ان اصبحت هذه الادوار اهله بالسكان، ومما يتعذر معه تنفيذ قرار الاداره. وكان يتعين على الحي ان هو يعمل قرارات اخلاء اداري وفقا لاحكام القانون، الا ان الحي تقاعس، وسيتم اتخاذ اجراءات حاسمه وصارمه في هذا الشان باذن الله. العقار هنا بقاله والمقام بقاله قد ايه؟ دلوقتي ده له 10 سنين. بقاله 10 سنين. 2000 هو مبني في 2007 2008. العماره وبنى ومشي. والعماره المقاول بنى العقار وباع ومشي. يعني الحي عنده فكره بوجود العقار؟ عنده فكره بالاربع ادوار مش بثلاثه. الميل بتاع العقار ده بدأ يظهر امتى؟ من سنتين. من سنتين. من سنتين. ومبني امتى العقار ده يا باشا؟ 2007. 2007 من امتى والعقار ده مبني يا باشمهندس؟ من 2008. وفي اجراءات متخذه كل دور على حده؟ الاجراءات اللي اتخذت عباره عن مجمعه. هو العقار صدر له رخصه اساسا؟ لا الفرق اللي هو المتر ده كان نص متر. نص متر، يعني الميل بيزيد. يعني كده في خطوره ان العماره في اي وقت هبوط حضرتك تلاحظ فيه في الارضيه. احنا منتظرين كارثه، يعني منتظرين تقع عشان نتحرك. مش هي الموضوع ببسيط زي ما حصل في عماره الازاريطه هيحصل هنا في يوم من الايام، بسبب ان المركز بتاع العماره نفسه بيتحرك بس احنا مش شايفينه. انت ازاي بتنام؟ ما هو نام هنا ولا نام في الشارع؟ ما هو برضه ميت، برضه عمود في الشارع، لو نمت في الشارع برضه ميت. فالحكومه ما بتعملش حاجه حضرتك. ما حدش جاب الحي، احنا بقى جبنا على حساب نفسنا. قال لك العماره دي تقعد ب8 ادوار وتقعد المدى العمر كله، ما فيهاش اي مشكله، بس تتزال ال4 ادوار اللي فوق. الشقه مايله خالص بينا، ادي 1 ادي 2 ادي الثلاث عماير دول لغايه اخر واحده هناك عند التوك توك ده. 3 عماير مايلين مايلين ومسلمين على بعض اهو. انت لو تشوف حضرتك اهو، بصي الفرق، بصي الفرق. مايلين كده بقى لهم فتره قد ايه؟ انا بقى لي 3 سنين ساكنه في الحته هنا اهوت، وبرده كلهم بيقول لك انا مايلين من زمان. حضرتك مش العماره دي مش هي اللي مايله، اللي ورا منها في ظهري منها كمان. هي دي طبعا كارثه بجميع المقاييس،
العماره دي مهدده بالانهيار في اي وقت، لانها وفقا لاقوال جيران العقار وسكان العقار هنا ان العقار بقاله 3 سنين بس ميل شديد. وفقا لمهندس المنطقه المتواجد معانا النهارده قال انه كان من حوالي 6 شهور كان حوالي الميل نص متر، زاد بعد ال6 شهور بقى متر. هو في حاجه يا فندم اسمها انه انا قاعد هنا على مسؤوليتي؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها قاعد على مسؤوليتي، لان سلامه المواطن اهم من اي شيء. والعقار ده ما ينفعش ان يكون في حد اساسا يكون قاعد فيه. واضح جدا ان حاله العقار رديئه جدا وسيئه جدا. واضح ان في انهيار في بعض اجزاء العقار من ورا، في ازاحه من اعلى العقار من الدور ال11 ومرورا باسفل بتقل تدريجيا كلما هبطنا الاسفل. واضح جدا ان في من الحاجات الكارثيه الموجوده ايضا في العقار ان في هنا مكتب تحفيظ قران كريم لاطفال، وفي حين ان العقار اساسا قايل للسقوط. العقار لا يصلح للسكن الادمي باي حال من الاحوال. حضرتك ذكرت في سؤال ليك انه العقار بدون رخصه، بدون ترخيص، المنطقه كلها بدون ترخيص. العقار ده لازم يتزال فورا بدون تراخي يعني. واذا السكان رفضوا يتم الاخلاء بالطريق الاداري. لابد ان يتم الاخلاء بالطريق الاداري لان في خطر على حياه المواطنين، حفاظا على ارواحهم وعلى ارواح جيران العقار والمره، لان ممكن العقار ينهار في اي لحظه